الساعات اللي بتتوقف فجأة في منتصف الليل. الساعة كانت 12 بالظبط، وكل حاجة في البيت كانت هادية لدرجة إنك ممكن تسمع صوت قلبك. كنت قاعد في الصالة مشغول بالتلفزيون، فجأة سمعت صوت تك تك جاي من الحيطة، من الساعة الكبيرة اللي على الحائط. استغربت شوية بس ما اهتمتش كتير، كملت في اللي أنا بعمله، ولكن الصوت زاد لدرجة إن الساعات اللي فوق الحيطة كانت بتتوقف فجأة. ساعتين ورا بعض كانوا كلهم لسه شغالين، وفجأة الساعات في البيت كلها سكتت في نفس اللحظة، وكأن حاجة غريبة حصلت. اتنفضت من مكاني وقلت لنفسي يمكن الكهرباء حصل فيها حاجة أو في مشكلة في الساعات. طلعت دخلت المطبخ، وفجأة تاني الساعات اللي في المطبخ جت، وبصيت عليها لقيتها توقفت في نفس اللحظة، ومعرفتش ليه. كانت الساعة اللي في المطبخ مفروض شغالة، لكن هي برضو توقفت. وقفت أطلع على كل ساعة في البيت واحدة واحدة، وكلهم نفس الوضع. الساعات اللي كانت شغالة فجأة توقفت في وقت واحد. ما كنتش عارف أعمل إيه. كان عندي إحساس غريب إن في حاجة غلط. حطيت إيدي على الساعة اللي في الصالة ولسه ماسكها، سمعت همسات جوه ودني لكن مش قادر أفهم الصوت ده. وبعد ثواني رجع الصوت تاني. ابتديت أتحرك بسرعة، لكن في اللحظة دي الساعات كلها اللي في البيت بدأوا يعملوا تك تك مرة تانية بصوت عالي جدا. وعيني كانت على الساعة اللي في الصالة، وفجأة شفت حاجة غريبة جدا. الساعة ابتدت تدور بالعكس. عقارب الساعة كانت ماشية لورا زي ما كانت مش هتتوقف أبدا. في اللحظة دي الجو اتغير، السكون كان ثقيل لدرجة إنني حسيت إني مش قادر أتنفس، وكل حاجة في البيت كانت مبهمة، زي ما في حاجة مش مرئية كانت معانا في المكان. ركضت لجوه، حسيت بشعور غريب زي ما يكون في حاجة ماشية ورايا. عيني تجنبوا النظر على الساعة، بس لقيتها فجأة مع عقارب الساعة كلها توقفت تاني. المرة دي جبت موبايل علشان أتكلم مع أي حد، لكن الموبايل كان مفيش عليه أي شبكة. حسيت كأني محاصر في وقت غريب جدا. في اللحظة دي الساعات توقفت بالكامل، حتى الساعات اللي كانت على الجدران كلها توقفوا فجأة، لدرجة إن الصمت بقى حاجة مريبة. مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل، وحاسس إن الوقت وقف معاهم. كل اللي كنت حاسس بيه هو الخوف. الظلام بدأ يدخل في المكان، وكل حاجة في البيت كانت بتتغير لدرجة ما كنتش قادر أفهم. الساعات لسه موقوفة، وكنت مش قادر أتحرك من مكاني. في اللحظة دي رجعت أسمع همسات تاني، وكان الصوت ده مش جاي من أي مكان محدد، لكن كان جاي من كل مكان. حاولت أهرب من المكان، لكن لقيت نفسي رجعت تاني للصالون. الساعة هناك كانت لسه ثابتة في مكانها، وبقيت عقاربها ماشية عكس عقارب الزمن. وكان الوقت رجع تاني، وكل حاجة في البيت بدأت تبان طبيعية. بس اللحظة دي كنت متأكد إن حاجة غريبة حصلت. الساعات دي ما توقفتش عشان عطل أو مشكلة كهرباء، لكن في حاجة تانية كانت موجودة. ومن يومها الساعات في البيت متوقفة في منتصف الليل، وكل ما بتدور عقاربهم بالعكس بيعرفوني إن الوقت مش زي ما احنا عارفين.